الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. الفلك. وحشتونا جدا وبعدنا عنكم، كان غصب عننا. وأدينا رجعنا لكم تاني بكل حب وحماس. إيه يا مولي، فاكرة آخر حلقة عملناها سوا؟ طبعا لسه فاكراها. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شخصيات الكواكب والشمس والقمر، ومين هما الأبراج اللي بيحكموها وبتكون بيتهم الأساسي، ومين من الأبراج بيكونوا فيها ضيوف شرف، وأنهي أبراج بيتنحسوا فيها ويركبهم المرض. ما شاء الله، إيه الذاكرة الجميلة دي، الله أكبر. صح جدا، اتكلمنا وحكينا عن كل اللي قلتيه، ووصلنا لكواكب الأجيال وقلنا هنحكي عنهم بالتفاصيل. وطالت المدة وما اتكلمناش عنهم لحد لما جولي وقالوا لي قد ايه هم زعلانين مننا، خصوصا ان السنة دي هي سنة تغيير اماكنهم من جيل لجيل. معلش استني بقى هما مين اللي جولك؟ كواكب الأجيال؟ ايوه، مش مصدقاني؟ جملي في الحلم وكانوا متضايقين جدا. قلت لهم اننا مش ممكن ابدا ننساكم، وقريب قوي هنعمل عنكم حلقات تكسر الدنيا. لا لا لا، إلا زعل الكواكب الأجيال أحسن، دول زعلهم وحش. وعشان الجمهور يعرف من هم كواكب الأجيال دول، هم أورانوس ونبتون وبلوتو. شطورة يا مولي. طب تعرفي بقى ان علماء الفلك زمان ما كانوش معترفين بيهم، وكان اخر كوكب معترفين بيه هو زحل؟ إزاي بقى؟ دول طلعوا مهمين قوي وبيحكموا أبراج كمان. خلاص كلمينا عنهم شوية، ونبتدي بأورانوس، كوكب التمرد والثورات. فاكرة بيحكم برج ايه ولا نسيتي؟ ودي حاجة تتنسي؟ ده بيحكم برج الدلو اللي ملوش ملكة. بالظبط كده، لانهم طبيعي بيتأثروا بشخصيته المتمردة، وعشان كده برج الدلو هو البيت الاساسي لكوكب اورانوس. جميل قوي. طب بيروح برج ايه وبيكون ضيف شرف فيه؟ بيكون ضيف شرف وفي افضل حالاته في برج شخصيته قوية جدا ومسيطر وغامض ومش متوقع ردود افعاله، لانه ملك الانتقام واخذ الحق. يا ترى عرفتي مين؟ ملك الانتقام والسيطرة؟ طبعا مفيش غيره، برج العقرب. صح، ايه الشطارة دي؟ أقل حاجة عندي. طيب قوليلي بقى، بيتنحس فين كوكب أورانوس ده؟ بيت وباله ونحسه هو الأسد. ليه بقى برج الأسد؟ لأن الأسد بتحكمه الشمس، ملكة السيطرة والنجومية، فلما بيكون في حضرة الأسد طاقة التمرد والثورات اللي عنده بتكون تحت سيطرة الشمس المعلمة الكبيرة اللي بيعمل لها ألف حساب. طيب بيضعف فين ويركبوا المرض في برج ايه؟ أكيد برج الثور، لأن بالعقل كده ملك التمرد والثورة على المألوف ما يركبش أبدا مع ملك الثبات وعدو التغيير برج الثور. وعلى فكرة ده كان بقاله كتير قوي في برج الثور، ولسه يا دوبك مع بداية الصيف ساب الثور وراح الجوزاء، عشان كده الجوزاء كلهم جاي لهم حالة تمرد ومحدش قادر عليهم. وانا بقول مالي كده من اول الصيف مش طايقة نفسي وبتمرد على كل حاجة. لا، حاولي تتعودي على كده، لأنه مشرف عندكم فترة طويلة، ده كوكب أجيال يا بنتي. ربنا يسترها بقى ويعديها على خير. حلو جدا، وعشان ما نطولش عليكم احنا كده وصلنا لآخر الحلقة. والحلقة الجاية هنتكلم عن كوكب أجيال تاني وهو نبتون. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.